البرنس شعب مصري. النهارده هنتكلم مع بعض عن طرق الصيد. طرق الصيد بتتقسم 3 انواع. اول نوع استخدام وسيله مساعده زي شرك، زي فخاخ، زي الشبك. النوع ده بيتطلب برضو ان انت يبقى عندك خبره هتصطاد ايه وهتصطاده منين. النوع التاني الصيد العشوائي، ان انت بتبقى ماشي في المكان وبتحاول تدور واللي بتلاقيه بتصطاده. النوع التالت وده بيحتاج حرفيه اكتر فيه، اللي هو الصيد بالاثر او بالجره. النوع ده صيادين ابو رواش زمان كانوا بيعتمدوا عليه، وفي ناس قليله منهم لحد دلوقتي بتصطاد بيه. بس ده من اكتر الحاجات اللي بتبين لك الصياد ده فاهم ولا لا. يعرف الاثر اللي في الارض ده اثر ايه، لو اثر تعبان او اثر زاحف تاني. لو التعبان ده نوعه ايه، الاثر ده اتجاهه لقدام ولا اتجاهه لورا. في حاجات كتير قوي بتترجم من الاثر اللي موجود على الارض. والاثر ده دايما بيبقى موجود في الاماكن الرمليه او الاماكن اللي فيها تراب ناعم. فاحنا هنتمشى النهارده كده مع بعض وهنشوف، يمكن نلاقي حاجه نمشي وراها ونطلعها. واحنا ماشيين مع بعض في الصحراء دلوقتي لقينا اثر او جرة زاحف، فهنمشي وراها ونشوف هتوصلنا لايه، او نشوف ده الجرة دي لانهي نوع من انواع الزواحف. لو نبص معاها كده ونتبعها مع بعض ماشيين عامله ازاي. هي ماشيه، مش ماشيه خط مستقيم، ماشيه بكذا حاجه واصله لحد الحجر ده، اخرها عند الحجر ده. فاحنا ممكن لو عملنا صوت جامد او عملنا حاجه ممكن الزاحف ده يطلع. فهنحاول ان احنا نعمل اي حاجه بحيث ان الزاحف الموجود ده يطلع ونشوف ايه هو. اه، ايه يا ابني اللي جابك هنا؟ انت نسيت ولا ايه يا بابا؟ مش احنا جينا من البيت مع بعض؟ جينا من البيت مع بعض. طب مستخبي كده ليه؟ مش انت قلت لي يا بابا انا عايز استغمايه؟ يا حبيبي انا ماشي بدور على فار، على سحليه، تطلع لي انت؟ تعالى يا عم ندور مع بعض يا عم، يمكن نلاقي حاجه. تعال. النهارده هنتكلم عن زاحف جديد ومش واخد حقه شويه، وهو الحرضون. الحرضون في ناس كتير بتخلط ما بينه وما بين الضب، مع ان حتى الشكل الظاهري فيه اختلاف كبير قوي. في نوعين معروفين من الحرضون في مصر، وهو الحرضون الاسود وحرضون ملون اللي هو بيعيش في سينا. الحرضون في البيئة الطبيعية بيتغذى على الحشرات، على الجراد، على أي حاجة حجمها صغير، وفي نفس الوقت برضه بياكل خضروات. لو بصينا على الحرضون كده مع بعض هنلاقي اللي بيميزه إن ديله عبارة عن حلقات، بيبتدي من حلقات صغيرة لحلقات أصغر لحد نهاية الديل. أطرافه بتكون رفيعة جدا، ضوافره طويلة، صوابعه طويلة، شكل الراس مختلف، فتحات الأذن بنلاقيها كبيرة. لو بصينا لجوه البق كده هنلاقي فيه أسنان. أسنانه على فكرة قوية جدا. آه، حرضون سينا بيتميز بألوانه، في أكتر من لون، في لون برتقاني، في رمادي، في أصفر، في تركواز، في حلقة بني غامق، في لون أسود. شكله سبحان الله على جماله وعلى كائن جميل. الكائن ده اللي مش هيربيه او مش هيكون في مجموعته هيفوتوا كتير قوي عن سلوك الزواحف. الكائن ده سريع جدا، لدرجة ان هو لو قدامك وعينيك بس رمشت كده وانت ما شفتوش ممكن تكون بتتخيله من كتر سرعته. الزاحف ده آه، مش بينزل كتير لان هو مش ناس كتير بتعرفه، بس ان شاء الله السنة دي متوقع هيبقى فيه منه اعداد وفي ناس كتير هتربيه بعد الفيديو ده. أطراف الحرضون الطويلة وضوافره بتساعده على التسلق على الوثب لمسافات طويلة. الحرضون في الأسر بيتطلب بس إن يكون مكانه واسع شوية، برضو يكون فيه مخابئ، يكون فيه صخور لأن هو بيحب يتنطط على الصخور دي. وهو من ذوات الدم البارد، فنفس التدفئة لازم تكون فيه درجات حرارة مساعدة. لازم يكون فيه مصادر تهوية للبيت بتاعه.
الغذاء بتاعه في القسر ما فيهوش مشكله بالنسبه لي، بحط له قطع بيض مسلوق صغيره، او بحاول اوفر له خنافس، او ممكن نجيب خضار ونقطعه له. ف هو ده الحردون. يا رب بس اكون قلت لكم معلومات مفيده عنه، او عرفتكم بيه ايه هو. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هيبقى فيه زواحف تانية كتير. لو حد حابب اتكلم عن حاجه معينه بعد كده ممكن يتواصل معايا وانا هتكلم عنها، واهم حاجه اكون بس بفيدكم. فان شاء الله الفيديوهات اللي جايه في حاجات تانية اجمل واكتر.